السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، أنا اليوم جيتكم بفيديو جديد. هالفيديو هو الكبة المقلية بطريقتي أنا الخاصة. كتير اللي بيعرفوا بالكبة النية، بالكبة المقلية والكبة المشوية، بس كل واحد له طريقته الخاصة. هلأ أنا بدي بلش بالحشوة. لأن نقعت البرغل. الحشوة أول شي في عندي البصل. حطيت 4 حبات بصل قياس وسط. بدي افرمهم على محضرة الطعم. هلا بحط معهم حبة ملح تما تمرمر البصلة، يعني قدر ملعقة صغيرة. بطحن. هلا الطحن ما بدي نعمه كتير، فرم عودة. هلا هذا قوام البصل يلي انا بدي اياه فرم عادي، كانه فرم على الايد. هلا هون عندي انا ميكس من النباتات العطريه، شويه حبق، شويه نعناع، وشويه مردكوش. كمان هون عندي للحشوه ملعقه سماق، ملعقه طعام سماق كبيره، شويه حار، وشويه فلفل اسود. وعندي المكسرات يلي انا حطيتها، هذا اختياري. كمان للحشوة فيني حط دبس رمان، ما بكتر مشان القرص تما تشمعي انا وعم شكله. هلا بحط النباتات العطرية فوق البصل، بعمل لهم ضربة صغيرة ما كتير. احبابي، انا في شغلة انا هلا عملتها راحت مني سهو. حطيت النباتات العطرية قبل ما فكرت حالي عم بعمل كبة نية. حطيت النباتات العطرية قبل ما يعني ما اقلي البصلة. كان لازم اقلي البصلة وارجع احط النباتات. هيدي بدكم تنتبهوا لها لو سمحتوا. هلا انا حقلي البصلة شوي، يعني بدبلها. اللحمة انا بهالمقلي عملت اللحمة، كمان شهلت اللحمة تما طلع جلي كتير. ست البيت على طول بهمها الجلي. بالنسبة للبصل احنا فينا نفرمها على ايدنا، ما في اي اشكال. بس انا لاني مستعجلة فرمتها عن حضرة الطعم. وهيك بدي اطحن البرغل واطحن اللحمة عليها يعني. هلا بالنسبة للبصلة انا حطيت لها ملعقة سمنة، قليت اللحمة ورجعت حطيت البصلة وراها. ليه؟ لانه ما بحط زيت. الزيت ما بيخلي القرص يسكر معي، بصير بتضل العجينة بتفتح يعني. هلا من بعد ما نشفت مية البصلة بدي انزل بالحار، البهار والحار، الصلصة الحار والسماق. هلا المكسرات بخليها للاخير مشان ما تصير طرية على السخن، اخر شي بحطها. واكيد انا هلا بدي اطفي النار واترك الحشوة تتبرد، ورح سقط اللحمة فوقها. انا اللحمة قلت لكم انا قليتها قبل البصلة وهلا حطيتها فوقها. بدي اتركها تتبرد، برجع بحط دبس الرمان وبحط شوية المكسرات، وبكون شكلت العجينة بهالوقت. بالنسبة للعجينة انا عندي البرغل. حطيت حوالي 3 كبايات وشوي. وعندي بيطلعوا شي 3 واق لحمة واكتر من 3 واق لحمة، لحمة عجل. انا ما بجيبها من عند اللحام جاهزة، بطحنها بالبيت. وعندي هون كسرت شوية ثلج بدي احطها مع اللحمة. هون حبتين بصل منن كبار، رشة نعناع، هذا النعناع انا بعمله على ايدي، رشة بهار اسود، ملعقة صغيرة من البهار الحلو. الملح انا كل ما طحنت شوي من البرغل حط رشة ملح وملعقة صغيرة من المي لحتى لي تساعدني على تطرية البرغل، لانه انا ما فيني افركن على ايدي. هلا كنا بالاول نفركن على ايدنا، بس هلا ايدينا صارت بتوجعنا، بدنا نعتذر منكم.
هلا بيجي على اللحمة أنا بدي أطحن شوي شوي. كل ما طحنت شوي بحط لها حبتين تلج. التلج شو بيعمل؟ بيساعدني على أنها تكون بشكل كريمي، وكمان تما تحمى معي على الطحن بهذا الطقس بتصير منا محببة، ريحتها ما بتعود حلوة. هلا من بعد ما نطحنها أكيد أنا بدي أحطها بالبراد. نجي على مرحلة الطحن. هيدا قوام اللحمة، وإسا بده يجيها طحن أكيد مع البرغل بوجه تاني. هلا بدي أضيف البصل مع التوابل على البرغل. كمان أنا حطيت هون رشة بهار فلافلة حلوة أنا عملتها على إيدي. هلا بنزل اللحمة كلها مع البرغل، وبخلطها وبرجع بطحنها وجه تاني. وهلا بدي ارجع اطحن وجه تاني. اكيد ما بقى بدنا نحط شي، الملح بندوق اخر شي. هلا هذا قوام العجينة. شفنا بتاخد وبتعطي مثل ما انا بدي. رح كمل وارجع لكم. هلا من بعد ما بردت الحشوة معي انا حاطه كنت سماق، ضفت شي معلقتين دبس رمان، وكله حسب الذوق يعني يلي بده بيقدر يزيد. هلا نحن وعم ناكل كمان بنحط صحن دبس رمان حدنا، يلي بده بيغمس وبياكل. هلا رح نروح على مرحلة التشكيل. حطيت يعني نص ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة الطعام نشا، وبدي احط فيها مي مشان انا وعم شكل القرص بغط ايدي بالمي، وهيك بيعمل غلاف على القرص ما بيعود يطق القرص بالقلي. نجي قلنا على مرحلة التشكيل. انا بدي اعملهم بهالشكل حتى يطلع كلهم حجمهم مثل بعضهم، وبدي بلش بالحشي. بغط ايدي بمية النشا والملح، دعبل القرص هيك بإصبعي هذا، ببلش بمشي معه ايدي ثابتة، والإصبع هون هو اللي عم يشتغل بتكوير القرص. هلا قد ما بدنا منرقق منسمك، هذا حسب الطلب. هذا القوام المطلوب. هلا بدي اعبيها. على قد ما بتستوعب. خلينا نغطي العجينة لما تنشف. شو بعمل كمان؟ بغط اصبعي هون وبحط شوية مية النشا وبسكر شوي شوي. هلا انا بستعجل اكتر، بس هلا مشان التصوير عم بشتغل على مهلي شوي. هلا فينا نرجع من تاني ميل. في حال لقيناها سميكة على الجهة التانية شو بنعمل؟ بنشيل شوي وبنحطها فوق العجينة. نرجع بنغلفها كمان بمية النشا مشان لما بنقلي ما بيطق القرص. هيدي بالنسبة للبنوتات اللي ما بيعرفوا يقلوا الكبة، ما شاء الله بصيروا اشطر منا كمان. هذا اول قرص.
هلا بنيجي على مرحلة القلي. بسم الله، نجرب أول واحد لنشوف الزيت إذا حمي معنا. بنبلش على نار قوية وبعدين بنخفف. بسم الله. ننزل شيء قدام شيء تما يبرد الزيت معنا ويفرط القرص أو يلزق. خففت النار. أول شي بنبلش قلنا على نار قوية وبعدين نخففها. بس شفنا الكعب زهار نقلب القلب التاني. هلا أنا عم بقلي برا مشان ما يعبق قلب البيت بريحة القلي. بتعرفوا بهالشغل يعني الواحد ما بيتحمل ريحة المقلي بقلب البيت.